دفع 300 ألف جنيه عشان يعالج قلب شاب في المنيا، ويتكلف بمصاريف تعليم 3 أولاد يتامى طول عمرهم. ولما بنت صغيرة عندها المرض الخبيث طلبت تشوفه، راح لحد بيتها وحقق حلمها. دفع كمان تكاليف فرح عروسة ما كانش أخوها قادر على مصاريف جهازها، وكل ما بيعدي على البنزينة اللي في وش بيته بيقف يهزر مع العمال ويدوهم كمان فلوس كتير مساعدة. فتعالوا معايا أعرفكم الوجه الطيب لمحمد رمضان نمبر 1 وسعيه في الخير رغم كل مشاكله مع أصحابه في الوسط الفني اللي دايما مش بتخلص نهائي، وأزماته خارج الوسط الفني اللي موجودة في حياته الشخصية زي مشكلة ابنه في النادي. لكن محمد رمضان من جواه بقى إنسان طيب جدا وابن بلد جدع ومجدع كمان وأصيل، وعمره بقى ما يتأخر على أي إنسان لو أي حد محتاجه، ولو في إيده أي مساعدة دايما ما بيتأخرش لأنه طالع من بين الغلابة. وأبوه وأمه كمان كانوا خياطين وشغالين على مكنة تفصيل عشان يربوه هو وإخواته، وياما شاف أيام صعبة لحد ما كبر وبقى نجم النجوم. المواقف الإنسانية وعمل الخير في حياة محمد رمضان نمبر 1 كتير جدا، وله كمان مساهمات كتير في علاج ناس لوجه الله من أمراض صعبة. فكشف الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق إنه كان قابل الفنان محمد رمضان قبل كده وإنه وعده إنه يشارك في علاج حالات صعبة. قال الدكتور جمال: محمد رمضان وعدني بالمساهمة في علاج حالات كتير، وخصوصا الحالات الخطيرة اللي بتعاني دايما من اختلال كهرباء في القلب والمعرضة كمان لخطر السكتة القلبية. بدأنا فعلا بالتواصل مع أول حالة من المنيا والترتيب لتركيب أول جهاز بتكاليفه الكاملة واللي بتوصل ل 300 ألف جنيه مصري. أما تاني موقف إنساني عمله محمد رمضان كان وهو بيصور فيلم عزيرو في المنصورة. ساعتها جات له ست كبيرة في السن واشتكت حالتها وكان اسمها أم إسلام. قالت له إن جوزها فارق الحياة وإنها بتجري على 3 عيال يتامى وبتعلمهم وتأكلهم، بس هي ما بقتش قادرة ولا ملاحقة بسبب العيشة الغالية. قال لها محمد رمضان: كل مصاريف ولادك عليا لحد ما يخلصوا التعليم يا أم إسلام. وبعدها على طول وهو لسه بيصور نفس الفيلم في المنصورة، نشرت واحدة ست اسمها أسماء المغربي بوست على فيسبوك. قالت إن بنتها الصغيرة عندها المرض الخبيث وإنها نفسها تخليها سعيدة، وبتتمنى محمد رمضان إنه يروح يزورها. وبعد بس كام ساعة اتفاجئت فعلا بوجود محمد رمضان عندها في البيت وإنه عايز يشوف البنت. قال: أنا مبسوط إن قابلت أجمل حورية في الدنيا. ومن أجمل مواقفه الإنسانية برضو لما دخل شاب كلمه على الفيسبوك وطلب منه مبلغ معين عشان عايز يجوز أخته. لا محمد رمضان بيرد عليه وقال له: سيب لي رقم تليفونك. وبعد كام يوم كلمه محمد رمضان وقابله في مكتبه في المهندسين ودفع له كمان كل تكاليف فرح أخته. وحتى العمال الموجودين في بنزينة الشيخ زايد القريبة من بيت محمد رمضان أكدوا كلهم إنه دايما بيزورهم ويديهم اللي فيه نصيب ويجيب لهم كمان هدايا في الموسم. كمان كان قبل كده اشترى كرتونة مانجا من بياع مسكين بضعف ثمنها من منطقة بولاق، وكتب على الفيسبوك: جمعة مباركة. بعد صلاة الجمعة في مسجد السنان باشا في بولاق أبو العلا اشتريت كرتونة مانجا عويسي من بتاع المانجا اللي قدام الجامع، ولو أعرف إنها حلوة كده كنت اشتريت العربية. بس أنا بقى وأهل بولاق واحد، رزق بقى اللي هيشتري منه بقى. وفي النهاية بنتمنى النمبر 1 إن ربنا يكرمه ويهديه.